السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راني جيت وجبت لكم هاد لاباط دورانج، عجينة البرتقال. اول حاجة انا حكمت هاد البرتقالات، غسلتهم بيان بلا بغوص كيما راكم تشوفوا، باش نتخلص من كل حاجة تكون لاصقة في هذيك القشرة. خاطركش انا راح نستعمل البرتقالة، راح نستعمل اللب والقشرة في زوج. شوفوا هنا الأوساخ اللي طاحوا منهم طبعا، ومازال راح نزيد نشللهم، والحبات اللي يكونوا فيهم هذه الضربات ما تقولوش نقيوهم، نتخلصوا منهم مباشرة ونرميوهم. هنا راح نزيد طبعا نشلل هذيك التشينة، الحبات تاع البرتقال نشللهم مليح مليح بالماء باش نتخلص من كل أي حاجة لاصقة فيهم، حتى هذيك لابوسيار الرقيقة راح نتخلص منها. من بعد ما خليتهم قطروا، نبدا نقص فيهم بالطريقه هذه قطع متوسطه، ماهيش كبيره وماهيش صغيره، بالطريقه كيما راكم تشوفوا فيها، ونتخلص من اي حاجه لصقت لي في القشره. شوفوا ما نخلي والو بالطريقه هذه، هكا كيف هنا. اي حاجه نشوفها فوق القشره لازم نتخلص منها. نحطهم في هذا الكسكاس ونكمل. ها هما كي حتى درت الكميه اللازمه، تخلصت من كل هذوك لي ديشي اللي يجيو من فوق ولي زامبورتي وهذوك الحوايج. درك راح نروح نفورها، نحطها فوق. ها هم شوفوا، ها هو الماء هنا يغلي، نحط الكسكاس، راح نغطي عليها ونخليها طيب. درك هنا حسب القشره تاع التشينه، كاينه القشره اللي تجي خشينه وكاينه القشره اللي تجي رقيقه. الوقت راح تحكم لكم بين 50 حتى لساعه، ساعة و10 دقائق وهي الطيب. هنا باش نعرفوها باللي طابت، حنا ما نقيسوش على اللب، خاطر اللب طري ويطيب في ساعة. راح نروحو نشوفوا القشرة، طبعا هنا راهي سخونة، بصح انا القشرة هنا راهي معايا طايبة، ولازم تكون طايحة زبدة باش كي نرحيها تجيني سهلة. هنا راح نفرغها في إناء ونخليها تبرد بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، ونروح نكمل الكمية اللي بقات لي حتى هي نقصها ونفورها. شوفوا هنا نحي الموسم طبعا من وجهكم، اعتذر. شوفوا ها هي كي النتيجة اللي تحصلت عليها، نخليها تبرد ونبدأ نرحي فيها. هنا استعملت انا هذا لو ميكسور بلونجون، تقدروا تستعملوا لو روبو تو سامبلومون وترحيوها مليح. طبعا انا هذا لو ميكسور هذا ماهوش راح يكفيني، هو راح يرحيها، مي طريقه الرحي نتاعو في هذا لاباط بعد انا مش راح تكفيني. شوفوا على واش نتحصل على هذه العجينه هذه، ها هي كي بالطريقه هذه مرحيه مليح. شوفوا، بصح مهما تكون مرحيه مليح راح يبقاو فيها لداخل واحد الحوايج رقاق. عليها زدت استعملت هذا لا ماشين هذه، ونزيد نعقب لها خطره. طبعا هي مرحيه ديجا اون فوا، لا دوزيام فوا راح تجيني سهله خلاص. ونتحصل على عجينه ثانيه، ها هي بلو فين، انكور بلو فين، وما فيهاش الشوائب خلاص. لازم فريمون 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 تكون طريه. ها هي كي بالطريقه هذه النتيجة. راح نخدم حتى نخلص كل الكمية اللي عندي. هنا طبعا هذا اللي يبقى لي هنا أنا مانيش راح نرميه، راح نستعمله نخدم به عصير، نخدم به أجي لينا للدار، راح يجي رائع. وهنا وش راح ندير لهذا لاباط اللي تحصلت عليها هذه العجينة؟ راح نجيب الميزان ونبدأ نوزن فيها بالطريقة هذه، نحط كل الكمية. نفرغ كلش مليح. هنا شوفوا الميزان راهو مكتوب فيه 815 غرام، يعني حتى السكر راح نديرو 815، راح تجي الوصفة رايعة. انا راح نقص شوي، راح نقص غير 100 غرام برك، راح ندير 715. واللي بغى يدير كيلة بكيلة 815 ديروا لها 815 سكر غرام سكر، راح تجيكم هايلة. انا نقصت شوي، ما نشتيش الحوايج الحلوين بزاف. ونخلط شوفوا بالطريقة هذه مليح السكر مع هذيك العجينة،
ونغطي عليهم ونخليهم يباتوا لي ليلة كاملة. تقدروا ما تخليوهمش يباتوا، تقدروا غير تخلطوهم بالطريقة هذه، تحطوهم فوق النار، راح يعطيوكم النتيجة المطلوبة. أنا شوفوا الشوائب هذو اللي تحصلت، شوفوا رغم أني رحيتها بصح شوفوا وش بقى. ها هي هنا راني في الصباح، قلت لكم تقدروا ما تخليوهاش، انا في الليل كنت غلبانه ما نقدرش نوقف عندها، وهي تبغي لا كونفيتور، تبغي واحد يبقى واقف قدامها ويعسها. هنا شوفوا كنت مديرتها على نار قويه، شوفوا كي تبدا تغلي. ها هي كي دير هذوك الفقاقع، ها ماكي لي بول هذوك يبقاو. هنا راح نقص عليها خلاص، ونبقى قدامها نحرك فيها، نحرك مليح، ما نتوقفش على التحراك حتى وتكون عندي عمل اخر في الكوزينه في المطبخ. راح ندير العمل ونولي ندور ليها، نخدم خدمتي وندور ليها كل دقيقه كل دقيقه وانا نحرك. هنا ما زالت جاريه، ما تكونليش هذاك الخط، لازم يتكون الخط كي نديرو في وسط المرميطه، يبان لي لو فون تاع لا مارميت. هنا شوفوا كيف بدات تعقد، شوفوا كيف عقدت، شوفوا هذاك الخط كيفاه بدا يبان، شوفوا لازم يزيد يبان شوي، حاجه تاع دي مينيت برك مام با. ها هو شوفوا كيف راه يبان، شوفوا وشوفوا هذيك العجينه كيفاه رجعت ثقيله وتلمع. هنا راح نوقف، هاني نطفي بليتو، طفيت عليها وراح نستعمل هاد ليمون اون سيليكون، ونبدا نعمر فيهم بالعجينه مادام هي سخونه، خاطر لو كان تبرد راح تجمد. هكا تقدروا طبعا تحطوها في ان بوشادوي وتستعملوا لا بوشادوي، راح تكون بلو براتيك، راح تجيكم عمليه اكثر وتجيكم سهله في هذا الطعمار هذا تاع ليمون. انا استعملت المغرف هكا، يلا راح نخدمها بسرعه هكا حتى نخلصهم كامل نعمرهم. هنا شوفوا كي تعمروا المول هذاك لو جاست نيسيسير اللي راح ديروه، راح تهزوا وتخبطوا باش نتخلصوا من كل بول داغ، هذوك الفقاعات تاع الهواء اللي يكونوا لداخل كامل راح نتخلصوا منهم. وهنا بعد ما كملت عمرتهم كامل راح نحطهم يبردوا ونزيد ننساهم ليلة كاملة. طبعا تقدروا تخليوهم ساعة ولا ساعتين، بصح من الأحسن ليلة كاملة راح يعطيوكم نتيجة رائعة. هكا شوفوا نديموا لي بلا عقل برك. هنا ثانية راني في الصباح ثانية، ها هما كي خليتهم، شوفوا النتيجة اللي عطاوها لي، شوفوا ديك لاباط كيفاه يابسة، ها هي كي وتلمع ما شاء الله. نزيد نديموا لي وحدة، لازم غير بلا عقل برك باش ما يتفتتوش هذوك الحراف، ونتحصل على حبة متحوفة ومليحة، ما تجيش الحراف تاعها مدايرين. نزيد نديمولي لكم وحدة من هذا المول تاع القلوب لي كور، ها هو كي شوفوا هذيك النتيجة رائعة. هنا ولو تاعها راهو اروع من شكلها، يجي فيه ان اريير غو امير، هذاك لو غو الاخر تاع لو زيست، فريمون بنينه بزاف. تقدروا تجربوها يا لو كان بكميه قليله فقط وتحتفظوا بها. انا هنا بقى لي قطعه، بقى لي طرف من هذيك لاباط، شوفوا كيفاه درتو في هذا لو بلاطو، وراح نقصوه هنا مع بعضنا. نعدل شويه الكاميرا باش تكون باش يكون التصوير واضح اكثر. شوفوا راح نقص بالطريقة هذه باش نتحصل على براج، على معينات دي لوزونج. درك تشوفوا على واش راح نتحصل بالطريقة هذه. هكا ونقص لكم وانتم راح تشوفوا النتيجة النهائية بعينيكم. ها هي كي هكا نقص معينات صغيرة، وشوفوا على واش تحصلت. شوفوا ها هي ماهيش عالية ماهيش هابطة، هذه هي النتيجة كما نقولوا حنا المثالية، لو ريزولتا بارفي.
هنا نحطهم في صحن للتقديم ونرجع لكم. شوفوا أنا كيفاه قدمتهم. وهنا راح نضيف لهم شوية تاع المكسرات، مكسرات مختلفة. تقدروا تستغنوا على هذه المرحلة كيما تقدروا ديروا المكسرات اللي بغيتوا نتوما. هنا هاو شوية تاع بيستاش، شوية تاع لوز، بالطريقة هذه نعمر به من الداخل، وشوية تاع جوز هكا. هذا قلت لكم هذه المرحلة راهي اختيارية، مرحلة المكسرات تقدروا تستغنوا عليها تماما. هذا عجينة البرتقال راهي بنينة، فيها من روحها كما نقولوا، فيها منها بنينة، ما تحتاج حتى الإضافات. فقط أنا اللي بغيت نزيد ندير هذه الإضافات برك باش نزين الطبق نتاعي، ونضيف لها كما نقولوا حنا لمسة خاصة. وهذا هو الطبق تاع عجينة البرتقال، ولا كما نقولوا حنا معجون طباسة تاع البرتقال. الاستعمالات تاعو هي نفسها الاستعمال. هنايا قبل ما نكمل شوفوا كي كنت ندير فيها في ليمون، حطيت لي بيتال دو غاز بالطريقة هذه، وفرغت عليهم لاباط دورانج وهي سخونة، والنتيجة كانت كما راكم تشوفوا عجينة البرتقال منسمة بالورود. وهنا إذا بغيتوا تخبيوها ما تحطوش الحبات فوق بعضها، من الأفضل نستعملوا هذا لو بابي كويسون، نديروا طبقة ونحطوا لو بابي كويسون، نزيدوا نديروا طبقة ونحطوا باش ما يلصقوش في بعضهم. وكما كنت نهضر قبيل قلت لكم الاستعمالات نتاعو هي نفسها الاستعمالات نتاع تاع طمينة السفرجل، نفسها نفس الاستعمالات تاع طمينة البرتقال هي نفسها استعمالات طمينة السفرجل. نحطوه في السني، نحطوه مع الكيك، نقدموه ويجي لذيذ جدا. انا هنا ثاني وش نديرو، انا نخبيه في الثلاجه لتحت ما يصرى له والو، ولا نحطه في علبه الاغلاق تاعها محكم تتقفل مليح، ونحتفظ بها في الكونجيلاتور. نجبدها نحطها في الطاجين، كي ندير الطاجين الحلو ولا طاجين التفاح، نجبد هذه القطع تاع عجينة البرتقال ونحطها مع المكسرات، وندير لها شوية تاع لاصوص حلوة تاع العسل، تجي رائعة. شكرا على المشاهدة، نتمنى تجربوا هذا الوصفة الرائعة ولو بكمية قليلة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى من وصفات نينو.